لكن لما كان رسول الله عندهم من جملة المستحيل أن يكذب فقالوا له إيه؟ قالوا ده أنت لو قلت لنا هنصدقك. عايزك تركز بقى إن جبل الصفا صعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ برهة، منذ زمن يسير. صعد عليه مرة فقال يا صباحا، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول الله إلى الصفا ثم نادى يا صباحا، كلمة بتجمع الناس. فجاء إليه القوم قال لو أنني حدثتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ فقالوا ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا وجه التعجب هنا ان دي دولة قريش، دولة لها مخابراتها ولها حدودها ولها الناس القائمة عليها، فازاي تفاجأ مرة واحدة كده تلاقي جيش يخش يخش لحد قلب مكة؟ مش ممكن. فده أمر لا يصدق. لكن لما كان رسول الله عندهم من جملة المستحيل أن يكذب فقالوا له إيه؟ قالوا ده أنت لو قلت لنا هنصدقك، ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فأهوى عبد العزى بن عبد المطلب هو أبو لهب إلى حجر وحذفه به أو كاد وقال تبا لك سائر اليوم ألمثل هذا جمعتنا. شوف الوضع ده، أول من يخالفني عمي، أول مرة يصدع الحق جهارا خالفه عمه. يوم ينزل يلاقي أبو سفيان بن الحارث ابن عمه وصاحبه، وكان في سن واحد، بحيث قالوا بدون أي مناقشة أول واحد هيؤمن بمحمد أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب لأنه صاحبه. فانقلب عليه ابن عمه. عايز أقول أنه عند نفس المكان الذي استضعف فيه وقف وبين يديه ما يقرب من 100,000 يقول لهم خذوا عني مناسككم، وكله بيقول له حاضر السمع والطاعة. فكأنه يريد أن يبين لنا هنا كيف عزت هذه الدولة ورست قواعدها إزاي. قال ألا إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، فإياك والجاهلية، جاهلية الأقوال والأفعال والظنون. مش ظن الجاهلية موجود في القرآن؟ تبرج الجاهلية موجود في القرآن؟ قول الجاهلية موجود في القرآن، قول الكفر، مش كده؟ لكن قد يجتمع في المرء من الجاهلية قسط مع الإيمان، لكنه لن ينهض على المستوى الشخصي ولا على مستوى الأمة ولا على مستوى الجماعة المسلمة، لن ينهض إلا إذا تخلص من الجاهلية. على قدر التخلص من الجاهلية على قدر نهضة هذه الأمة.